السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دروك غادي ندير معكم الكغاتان بالدجاج والبطاطا. يجي هاد الكغاتان بنين. هنا عندي نص مغرفه تاع كركم، نص مغرفه تاع سكينجبير، نص مغرفه تاع فلفله حمراء، شويه تاع الحرور، شويه تاع الملح، غير واحد شويه، والثومه تاني على حسب الكميه تاع اللحم اللي عندكم. درت 3 مغارف كبار تاع الزيت. هنا نجيبوا هذا الصدر تاع الدجاج، قطعوه بهذه الطريقه، ديروه شرائح هكا طوال. ديروا عليه هذيك التتبيله وخلوه يريح واحد نص ساعه، ومن بعد عاد نقلوه. هنا نقلوا الدجاج تاعنا كما شفتوا كان فيه التتبيله. من بعد كي نقلوا الدجاج نقلعوه في الطبسي، ونديروا البصله هذيك الطويله تاع النقله. درت انايا حبه تاع بصله، كما تنجموا ديروا تاني تاع الحبه تاني، تقطعوها كيما هكا مكعبات صغار. كي ديروا البصله ما ديروا لا ملح لا والو. كما شفتوا الدجاج كان فيه التتبيله، وكي كيما نقولوا حنا كي قليناه في داك الزيت، خلينا داك الزيت تاعه تسمى هو اللي يعطيكم البنه. ديروا غير البصله تاعكم كي تتقلى مليح وتدبل. زيدوا كاس كبير تاع كريمه سائله، انا درت نص قرعه ديك كريمه سائله. غير ترفد الغليه الكريمه السائله تاعكم، ما تخلوهاش طيب، خاطر كون طيب هذيك الكريمه تنشف وما تولي لكمش بنينه. غير ترفد الغليه طفوا الغاز. هنا انا قليت البطاطا، درتها كما كدوائر وقليتها. كما تنجموا تفوروا البطاطا، اللي ما يبغيش القلي تنجموا تفوروا. ومن بعد جبت هذوك الشرائح تاع اللحم اللي تبناهم في رحبه وقليناهم، ديروهم بهذه الطريقه باش يجيكم البلا تاعكم شباب. ديروا البطاطا هي الاولى، ومن بعد زيدوا عليها داك اللحم، وزيدوا ديك الكريمه السائله اللي درناها مع البصله. صراحه هذاك الغاتا ساهل وخفيف، بصح يجي بنين. وهنا انا درتهم في هذا البلا اللي يدخل في الكوشه. هنا غادي نزيد كما شفتوا فرماج هذاك رابي. ماذا بكم تشوفوا الفرماج يكون نوعيه شابه اللي يكون يذوب. انا هاد الخطره شيت نوعيه ماشي شابه، كشغل كاع ما دابش فوق الكغاتا. دوك راكو ديجا شفتوه في التصويره في الاول. هنا ندير الفرماج رابي، وندخل الكغاتا تاعي على 180 درجه. غير واحد شويه قد لي يذوب هذاك الفرماج، وتحسوا باللي الكغاتا تاعكم كي شغل نشف واحد شويه، طفوا عليه، ما تخلوش ينشف بزاف باش ما يجيكمش ناشف ويابس. غير واحد شويه وخرجوا، خاطر كلشي راه طايب، الدجاج طايب، البطاطا مقليه ولا كنتو فورتوها تاني تكون طايبه، وهذيك الكريمه السائله تاني ما تبغيش طيب بزاف. انا هنا شوفوا دخلتها في الكوش على 180 درجه. وهذا هو الغاتا تاعنا بعد ما خرجناه. صراحه يجي بنين. نتمنى تسيوه ويعجبكم كما انا عجبني. وهذا هو الغاتا تاعنا، ومع السلامه الى فيديو جاي.